السلام عليكم ورحمة الله. وفاة الوالد كالعمر لا يكرر مرتين، وإذا كانت الأم تتميز بالحنان فالوالد يتميز بالأمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة. إذا كانت الجنة تحت أقدام الأمهات فالوالد في وسط الجنان وعلى بابها. والوالد يضحي في صمت ويتعب في صمت ويؤدي ما عليه في صمت، ولا يدرك أي أحد مهما كان مكانة الوالد إلا إذا فقده. فالوالد إذا مات كل شيء وذهب جزء من الحياة. اللهم ارحم والدينا رحمة واسعة وأدخلهم الجنة.